بكل اختصار. شانلان لايت الجديد الوانه حلوه، متماسك جدا، المعدن اللي فيه ملمسه وايد طيب، والوانه تتبدل، هذا شيء اكيد، والمغناطيس مال بيبان شيء وايد حلو. سحبة هواء مريحة جدا جدا جدا، وغير كذي اتزان الجهاز وانت ماسكه باصبعين. اما لما نتكلم على بساطة تبديل البود وفتح الباب والتعبئة، يا حبيبي سهولة فتح الباب وايد روعة، والمغناطيس جدا متماسك. البود وانت تطلعه فهذا الشيء جدا جدا بسيط، حتى لو كان ما عندك الطريق طيب يطلع معك البود. طريقة تعبئة البود، تشيل الربلة اللي موجودة هني وتعبي الليكويد اللي انت تبيه. انا شخصيا استخدمت عليه 70-30 وكان جدا طيب. طبعا البود يشتغل اذا حطيته على اي جهة انت تبيها، ولكن انا انصح انك تحط جهة التعبئة الى الداخل وتركبه بهالطريقة. حتى الشحن ماله مسوينه بطريقه اول مره اشوفها حق اجهزه سحب سيجاره. اتوقع انهم استخدموا هالخاصيه عشان يكون الشحن سريع لا اكثر، ولكن كنت اتمنى لو يكون المغناطيسي اللي فيها اقوى، وكنت اتمنى لو يكون USB شارج او تايب سي مثلا. استعملتها بالصين فتره كافيه، وبعد استعمالي هني يوم كامل ودين معبي منه، للامانه لحد الحين ما في اي ليك، ما في اي سبت باك، واستخدمت عليه 70-30 VGBG VCT 18 نكتي. وهذه علبه البودات اللي فيها 4 بودات للشانلان، ومكتوب عليها هني انهم يقترحون عليك تستخدم 40 او 30% VG. ما في نكهات اصلا بهالمقادير يعني. انا استخدمت 70-30 ووايد كانت طيبه عليه، ونهائيا ما في شيء اسمه سبت باك ولا في شيء اسمه درايفد. جو هيد طيب. الالوان اللي وصل فيها اخضر واسود ولون سماوي، ثلاثتهم واحد اروع من الثاني. وهذا هو الشانلان بكل اختصار يا طيب.